إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. قال في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فاستجبت لها ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في الماء. يا عبادي إني العدل. يا عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خير خلق الله وخير رسل الله لخير الله. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال نبيكم واصفا نفسه والغرض من رسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة يحشر المرء مع من أحب. فهنيئا لكم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، وهنيئا لكم محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يحشرنا بمحبته في زمرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الخاتم الذي أتى ليتمم مكارم الأخلاق، والذي قاد هذه الأمة من الظلمات إلى النور، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظروا كيف كان يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهيا بنا نذهب إلى مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، المدرسة المحمدية، نتعلم فيها
بعض الحقوق التي أصبحت الآن ضائعة بيننا، ألا وهي حق الطريق. ذلك الحق الذي أغفله الكثير منا وسهى عنه الكثير وسقط في ظلمه الكثير والكثير منا. فانظر كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، كيف أخذ بيد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعطاء هذا الطريق حقه. واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعنا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وجب علينا الاهتمام ووجب علينا أن نعير القلوب والأسماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها ونتذاكر. قال: فإن كان لا بد من مجالسكم فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب الجم، وانظر بماذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتحدث بهذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتحدث إليهم والذين أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغبة إغفال حق الطريق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. هم خير أناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالكواكب بأيهم اقتديتم اهتديتم. إذن فالمتحدث هو خير خلق رسول الله وخير رسول الله سبحانه وتعالى، والمتحدث إليهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرض من الرسالة هو أن تأتي إلينا في زماننا هذا وفي الأزمنة اللاحقة. أرأيت كيف كان النبي حريصا عليكم أمة الإسلام؟ لم يكن يقنن أو يشرع لأصحابه فقط، وإنما لأمة ورثت قيادة هذا العالم. فينذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لأبا سعيد الخدري يقول: كنا نجلس في الأثنية فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآنا قال: إياكم والجلوس في الصعودات، أي في الأثنية والفرقات. قلنا: يا رسول الله، ما لنا فيها بأس، ليس هناك مما تخشاه يا رسول الله من الذنوب، لا نجلس لنغتاب أو نغتال أحد أو نتحدث في سيرة هذا أو ذاك. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بأس فيها، لا نعد لشر فيها، ولكنها مجالسنا نتحدث فيها ونتذاكر القرآن والسنة. فقال: فإن كان لا بد من المجلس فاعطوها حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. لذلك عندما بحث العلماء في آداب الطريق وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنن لآداب الطريق ما يعلو على 67 آدابا من آداب الطريق، معظمها تحذير للأمة
من الجلوس في الطرقات، والكثير منها هو حث للأمة على فعل الخيرات في الطرقات. وانظر إلى أدب الحديث، يقول النبي في حديثه: إياكم والجلوس في الطرقات. رسول الله يحذر صحابته ذات الأخلاق العالية من الجلوس في الطرقات. فبالله عليكم لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا ورأى ما نراه في طرقاتنا، ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نسير الآن في الطرقات فلا نسمع ذكرا لله، وإنما نسمع هذا يسب دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا يتلفظ ويشتم بأفظع الشتائم، وهذا ينادي بصوت جهوري، وهذا يقتال هذا وذاك بنظره البارد، وهذا يتحدث في سيرة هذا وذاك. ونسينا أن الله سبحانه وتعالى قد افترض علينا فريضة حين قال في كتابه العزيز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك حين قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنا نحب الله ونبغى جنة الرحمن ونطلب رزقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهيا بنا إلى مدرسة الحبيب محمد نتعلم كيف تكون الآداب في الطرقات، وكيف أدب النبي أصحابه في الطرقات ليعطوا كل ذي حق حقه. ولنبدأ بتعريف الطرقات. ما هو الطريق الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم له حقا؟ الطريق هو كل من يتركه سائر البشر، فالشارع طريق، ومكوسك في بلكونة المنزل لديك أو في شرفة المنزل هو طريق، لأنك أصبحت مطروقا للغير وتترك الغير. انظر، أنت تجلس في شرفة منزلك فترى الذاهب والزاني، تذهب بنظرك هنا وهناك وترى الجميع، فقد أصبحت في الطرقات. وأنت في المواصلات فأنت في الطرقات، فأنت في سيارتك في الطرقات، أنت في المواصلات في الطرقات، أنت في المترو في الطرقات. لذلك قنن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأراد أن يبعد الشر عن أمته فحذرنا من ذلك، وقال: إياكم والجلوس في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الجلوس في الطرقات. لذلك يقول بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يجلس في الطرقات إلا لضرورة، وإذا اضطر للجلوس في الطرقات فعليه أن يكون في الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أردنا أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نبتعد عن الطرقات. إن لم يكن لك حاجة فلا حاجة لك في الجلوس في الطرقات، إن لم يكن لك ضرورة فلا حاجة أن تسحب كرسيك وتجلس أمام محلك، لا حاجة لك أن تقف في الطرقات لتكلم هذا وذاك أو لتأتي بسيرة هذا أو ذاك. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. يقول رسول: إياكم والجلوس في الطرقات، فيقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لنا منها بد، مجالسنا نتحدث فيها ونتذاكر، وفي الحديث الآخر: ما فيها بأس يا رسول الله، نتحدث فيها ونتذاكر. يا رسول الله، الذي تخشاه من مجالسنا وهي مجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما تخشاه من بأس، لا نغتاب أحدا ولا نتحدث في سيرة أحد ولا ننكر لأحد، وإنما نتحدث ونتذاكر، ندرس ما ورد إلينا من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. هذا هو معيار وهذا هو الضابط لوجودنا في الطرقات. فانظر مع ذلك ماذا قال له رسول الله.
وقبل أن ننظر ذلك انظر لما حدث من اختلاف هنا. اعتدنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أن يقضي بقول أو فعل إن لم تسلوا له دون نقاش. علمنا قبلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، فلما قلعه وطرحه أرضا قلع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأيديهم من ذهب وطرحوه أرضا دون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وصلى بالصحابة وهو يرتدي خفيه، فلما قام من سجوده خلع خفه فرآه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فخلعوا أخفهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ورأى ذلك من صحابته الكرام قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: يا رسول الله وجدناك فعلت ففعلنا. هذا ما اعتدناه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن يقول أو يفعل رسول الله حتى يمتثلوا لأمره النبوي صلى الله عليه وسلم. فما الذي غير من الحال في هذا الحديث؟ لماذا رد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير إياهم والجلوس في الطرقات؟ يقول شراح الحديث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعروا وخافوا أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أن يكون ذلك فريضة ألا نجلس في الطرقات ولهم فيها مصالح ويتدارسون فيها كتاب الله كما سبق أن أوضحنا، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها من باب الوجوب إلى باب الندب، بدل ما تبدأ فرض ألا تجلس في الطرقات يكون غير مستحب، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اشترط ضوابط لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد من مجالسكم فاعطوا الطريق حقا. إذا لم تجد بدا من اللجوء إلى المجالس وإلى الجلوس في الطرقات فاعطوا الطريق حقا. وهنا نرى كيف تفضل علينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو حدث ذلك معنا هذه الأيام لاكتفينا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كل منا في مخيلته وذهنه حقا للطريق وتصرف على أساسه. ولكن انظر علماء هؤلاء هذه الأمة كيف ينقلون لنا ما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى حقوق إلا صاروا بالاستفسار فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأريدك أخي الحديث أن تتذاكر معي هذه الخصال الأربعة. العلماء قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديثه وضع للطريق 37 أدبا. سنكتفي اليوم أو لن نكتفي، ولكن سنسعى ابتداء من اليوم أن نحقق الحد الأدنى، وهو هذه الأربع آداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق. وأولها غض البصر. غض البصر. وكم منا يرى وهو يسير في الطرقات إذا صارت امرأة هنا أو هناك يتبعها الآخرون بالنظر، بل إن البعض قد يتربص ليرى هذه أو تلك في الطرقات. وللأسف ساد هذا الأدب أو قلة الأدب إن صح القول في شبابنا. وانظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأعظم ماذا يقول؟ غض البصر. أول أدب من آداب الطريق هو غض البصر. ويقول العلماء، يقول أبو ذر حين سئل عن ذلك: لماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول آداب الطريق غض البصر؟ قال: لأن البصر هو أول رسول. إذا ارتكبت إثما فاعلم أنه سبقتك إليه عين.
أول بريد للإثم هو النظر. وانظر كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخيار. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح سيدنا علي سهر رسول الله وزوج فاطمة الزهراء، فانظر ماذا ينصح. يقول له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. وهو من هو؟ علي ابن عم رسول الله وزوج ابنته الحبيبة وأبو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بماذا حذره رسول الله: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. واسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقال: النظرة سهم من سهام إبليس. النظرة سهم من سهام إبليس، من غضها أذاقه الله حلاوة الإيمان في قلبه. إذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان، وإن للإيمان طعم وله حلاوة، فإذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان في قلبك فما عليك سوى أن تغض من بصرك. واسمع إلى الله سبحانه وتعالى حين يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أرأيت الله سبحانه وتعالى خالقك وصانعك والأدرى بمكنونك يأمرك أن تغض البصر ويتبعه بحفظ الفرج، لما يوصل هذا لذاك. لذلك وجب علينا الامتثال لهذا الأمر، غض البصر. واسمع، ورد في الحديث أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 60 عاما، عبد الله 60 عاما ولم يعطه طرفة عين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: أدخلوا عبد الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، أدخلها بعملي. قال: فزنوا نعمة واحدة مما أنعمت عليها على عبدي بها. زنوا النظر، فوزنوا النظر فطاشت بعبادة 60 عاما. فقال رب العزة: خذوا عبدي إلى النار. قال: لا يا رب، خذوني إلى الجنة برحمتك. فقال الله سبحانه وتعالى: خذوه إلى الجنة برحمتك. أرأيت النظر صنع الله وهديته إليك، هو الذي من عليك بالإبصار، وهو الذي أمرك بغض البصر حفاظا عليك وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، هل تشكر نعمة الله بأن تعطاه وتحاربه بها وتبارزه بمعاصيها؟ لا يليق بك كأخ مسلم تربيت في المدرسة المحمدية أن تبارز الله بنعمه. الله أنعم عليك بالإبصار فقل له شاكرا بامتثال أمره وبحسن نعمته والحفاظ عليها. لا تنظر إلا إلى ما أحل الله لك، وغض بصرك عما يغضب الله سبحانه وتعالى. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداقا الآية لما قالت قال الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قالش يغضوا أبصارهم، قال يغضوا من أبصارهم، لأن من خلقك ومن أنزل القرآن يعرف أن هناك نظرة الفجأة التي قد تفاجأ بها دون أن تكون قاصدا. لذلك أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ماذا أفعل في نظرة الفجأة؟ أنا واقف ورأيت ما يغضب الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرد عليك بصرك. خلاص، قضي الأمر نتيجة التسليات. نظرة الفجأة رد إليك بصرك، ما أن تدرك أن ذلك من النظرات المحرمة وجب عليك أن تمتنع وترد إليك بصرك، وأن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك.
وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات أيضا بغض البصر. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر هو فرض على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، وهو من آداب الطريق الراقية العالية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لننتقل إلى الأدب الثاني، وهو كف الأذى. ونرى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الجلوس في الطرقات من مكان لحفظ السيئات إلى مكان لرفعة الدرجات في الجنة. اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيت رجل يتنعم في الجنة في شجرة أزاحها من على الأرض. رجل وجد فرع شجرة بداية نثر طريق أزاح على الجنة. جزاءه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتنعم في الجنة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم في الجنة في غصن شجرة أزاحها. وانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بشرك بهذا يحذرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المؤمنين في طرقهم استوجب لعنته. واللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل أنت في غنى عن رحمة الله حتى تضع الأذى في طريق المسلمين وتقع تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منذ دقائق كنا نتكلم عن غض البصر، وغض البصر هو فضيلة، والنقيضة بتاعتها هي أذى للمسلمين. وانظر حبيبي وحبيب رسول الله في هذا المعنى العام الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال النبي: وكف الأذى. والكف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل الامتناع عن الأذى، الامتناع أنت بتمتنع من نفسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كف الأذى. وجدت من يؤذي المسلمين فامنع هذا الأذى، وجدت من يضع الأذى في طريق المسلمين فكف هذا الأذى، كف الأذى. وأتى بالأذى عامة حتى يخضع له كل ما يؤذي المسلمين. وانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للمسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أردت أن تدخل تحت مظلة الإسلام وأن تكون مسلما فكف أذاك لسانا ويدا عن المسلمين. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. وانظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بينما رجل يمشي فوجد غصن شوك على الطريق فنحاه جانبا وقال: عسى أن يؤذي أحدا من المسلمين، فغفر الله له. يغفر لك بإزاحة الأذى عن طريق المسلمين. أرأيت حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حول مجالس الطرقات من الأذى والغيبة والنميمة إلى حصالة لجمع الحسنات. تقدر تبدأ تجمع فيه حسناتك، الحسنة تلو الحسنة بغضك للبصر. وفي ذلك حديث هام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفل عنه الكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: أياما آمنتم بلسانكم ولم تؤمن قلوبكم، إياكم وتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين فضحه الله ولو في عقر ذلك. غض البصر وكف الأذى أدبان جليلان عظيمان علمنا إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق، كما علمنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون للإسلام.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على من اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ربى خير أمة لتقود العالم إلى النجاة بإذن ربها. نستكمل آداب الطريق في المدرسة المحمدية، تلك الضوابط الرائعة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن غض البصر وكف الأذى، بقى ورد السلام. رد السلام الذي غيرناه هذه الأيام بألفاظ أخرى، واسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتى رجل المدينة ينوي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له: عمت صباحا يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلنا الله تحية خير منها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيت تحية من عند الله سبحانه وتعالى أبدلنا الله بها لنحيي بها بعضنا بعضا وليسلم بها بعضنا على بعض. استبدلناها هذه الأيام بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا خير، نهارك سعيد، وتركنا ما أمرنا به الله ورسوله. تحية أي نحيي النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها. ماذا قال؟ قال: لقد أبدلنا الله تحية خير منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية أهل الجنة. اسمع قول الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واسمع قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. سلام عليكم، هذا السلام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة ليميز الأمة المحمدية عن غيرها من الأمم. تحية أولها سلام وأوسطها رحمة. أرأيت السلام عليكم، وآخرها فرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل والأكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجزاك عنها خيرا ويعطيك عنها 30 حسنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تستهين بهذا السلام وبتلك التحية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم عن شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فالسلام هو باب المحبة، والمحبة والتحاب في الله هو باب الإيمان، والإيمان هو باب الجنة. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فالتزم بسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. ذلك السلام الذي فرضه على تلك الأمة المحمدية تمييزا لها ورفعا في درجاتها. السلام ورد السلام. ورد السلام هو واجب على كل مسلم. إلقاء السلام هي سنة. إذا لقيت أخيك فالقي إليه السلام، وإذا ألقى عليك أخيك السلام وجب عليك رد السلام. أرأيت دين يعظم التحية أكثر من هذا الدين العظيم؟ وانظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أخاك فسلم عليه، فإذا حال بينكما حائط أو حائل ثم لقيته فسلم عليه. ونحن نسمع في هذه الآونة بعض الألفاظ التي تخالف الشرع في ذلك، فيقول لك كثر السلام يقل المعرفة.
ولا نعرف من أين أتوا بتلك المقولة. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم تلك الأمة يقول: إذا لقيت أخاك فسلم عليه، ثم إذا حال بينكما حائط أو حائل فلقيته فسلم عليه ثانية. وهم يقولون: خذ السلام. رأيت حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب جمة: غض البصر وكف الأذى، ويأخذك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بك إلى الجنة من باب السلام. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما فضل الله به سبحانه وتعالى وميز الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة عن غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فسبب خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها ضابطا في آداب الطريق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ إن المعروف أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عاما، وكذلك المنكر. فكل عمل قبيح يزدريه الله سبحانه وتعالى وتزدريه أمة الحبيب محمد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هو منكر يجب عليك أن تنهى عنه. وكل عمل جميل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويقربك إلى الفوز بالجنة هو أمر بالمعروف أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر به. وانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك تغيير المنكر وحثك على الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر. واسمع قول الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لينتهين أقواما عن فعل المنكرات أو ليسلطن الله عذابه عليهم عامة وليس خاصة. وانظر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كان في من كان من قبلكم قرية عصت الله إلا أنه كان فيها رجل عابد كان كثير العبادة لله سبحانه وتعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن أهلكوا أهل تلك القرية. فقالت الملائكة: يا رب إن فيها عبدك فلان. قال: فبه فابدأوا. قالوا: يا رب إنه لك عابد. قال: إنه رأى المنكر ولم ينهي عنه. أرأيتم عظم أن ترى منكرا ولا تنهي عنه، أو ترى معروفا ولا تأمر به؟ وأبواب المعروف كثيرة. اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف الذي أشار في هذا الحديث، فانظر وعد معي حبيبي وحبيب رسول الله إلى الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانتك ذي الحاجة صدقة، وإرشادك للرجل الضال في طريقه صدقة. أرأيت؟ ووضعك ذلوك في ذلو أخيك صدقة. كل ما تستطيع أن تعين به أحدا في الطريق وصدقة لك. التبسم في وجه أخيك صدقة. إعانتك للرجل الضال في الطريق صدقة. واحد بيسألك على طريق ما تدلوش، يدله صح يا ما تدلوش، ما عرفش. من قال الله أعلم فقد أكثر.
وإذا أرشدته كانت لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. أرأيتم أمة من أمم الله سبحانه وتعالى أغدق الله سبحانه وتعالى عليها العطاء كما يغدق على تلك الأمة المحمدية؟ تمسمك صدقة، إعانتك لغيرك صدقة، إرشادك للضال صدقة، كل تلك صدقات توضع في ميزان حسناتك. أرأيتم كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم المجلس في حال الضرورة في الطرقات من مكان لجني السيئات إلى مكان لجني الحسنات؟ آداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف كان الصحابة يتعاملون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها هو الحسن والحسين أتيا المسجد ذات يوم فوجد رجل يتوضأ خطأ خلافا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ هل قال له يا أيها الشيخ إنك أخطأت؟ هل قالوا له ألا تعلم الوضوء في سنك هذا؟ هل قالوا له إنك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع له؟ انظر، وهما صبيان صغيران كيف تعاملا بذكاء ونفذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتى الشيخ فقال يا شيخنا، يا شيخنا من الآداب، يا شيخنا احكم بيني وبين أهلي أينا يتوضأ أحسن؟ فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توضأ الحسين فأتى ذات وضوء الحسن لم يغير شيئا، لأنهما تخرجا من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الرجل منهما ذلك ماذا كان رد فعله؟ هل قال لهما كلاكما حسن واكتفى؟ هل قال لهما أتعلمان في هذا السن؟ انظر كيف كان رد الأمر بالمعروف باللين، كيف كان رد الفعل؟ قال له الرجل كلاكما أحسن وأنا بحسن. أرأيتم كيف يؤثر الأمر بالمعروف باللين؟ الله سبحانه وتعالى حين أرسل موسى إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، انظر ماذا أمرهما أن يخاطبا، قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر. هكذا أمرنا أن نكون بشوشين في وجه الناس، أمرنا أن نكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتبسم في وجه الخلق، نحسن الأدب مع الخلق، نحسن رد المظالم. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مسجده وسط أصحابه فأمسك بتلابيب ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني مالي فإنكم بني هاشم قوم لا تردون للناس أموالهم. رجل من الأعراب يأتي النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسط أصحابه الذين يذوبون حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتدي عليه في المسجد. فأراد عمر بن الخطاب أن يمتل سيفه. وانظر إلى أدب الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعتدي على النبي. فانظر قولة عمر، قال يا رسول الله ائذن لي فالأصل رأس، ائذن لي. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال نبي الرحمة، قال على رجلك يا عمر اهدى. ألا أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ بدل ما نغضب، بدل ما نتعصب، نفعل الخير، نأمر بالمعروف. نموذج للأمر بالمعروف النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب عمر في كيفية الأمر بالمعروف. وجدت مشاجرة بين اثنين فلتعلم ما فيها ولتحسن إليهما الاثنين. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لعمر، ألا أمرته بحسن الطلب. خليه لما يجي يطلب علمه يطلب بأدب ويطلب باحترام وبحدود. وأمرتني بحسن الأداء.
هكذا هم خريج المدرسة المحمدية، وهكذا كان عميد تلك المدرسة التي علم المتعلمين، ذلك الأمي الذي علم المتعلمين، ولا زلنا وسنظل وستظل الأمم جميعها تتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعيد الحديث للمرة الأخيرة قبل أن أنهي تلك الخطبة، لأنه نموذج لا بد أن نقتدي به ولا بد أن نمارسه. فهي مدرسة محمدية وضعت ضوابط للجلوس في الطرقات إن كان لا بد منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها ونتذاكر. قال: فإن كان لا بد مجالسكم فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم أن يرزقنا حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا ملتزمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن رفقته في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أدبنا بآداب النبي محمد. اللهم أدبنا بآداب النبي محمد. اللهم أدب زوجاتنا وبناتنا بآداب أمهات المؤمنين. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. واعلموا أن الله أمركم بالمعروف والنهي عن المنكر ونهاكم عن الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.